هنتكلم النهارده عن عقد التجاري. ايه اهم البنود اللي انت حضرتك ممكن تركز عليها اثناء وانت بتمتلك او بتشتري الوحده بتاعتك. وعقد التجاري هنا معناه اذا كان محل او عياده او مكتب اسمه عقد التجاري. تمام. اول حاجه واول بند ممكن تركز عليه هو بند تاخير القسط بتاعك. يعني لو حضرتك اخرت القسط بتاعك ايه اللي بيحصل؟ هل بينزل على حضرتك الغرامه نسبه ولا رقم؟ ولو نسبه، النسبه دي قد ايه؟ عشان بس حضرتك تبقى عامل حسابك اثناء ما انت بتدفع الاقساط بتاعتك. لو تاخرت تبقى عامل حسابك على ان في غرامه هتنزل عليك، والغرامه دي بتنزل بعد قد ايه؟ هل بعد مثلا 10 15 يوم بعد كده الغرامه بتدفعك، ولا بتدفع مجرد تاني يوم تاخير القسط اللي انت حضرتك المفروض تدفعه؟ دي اول حاجه. النقطه الثانيه تاخير المطور. الغرامات اللي بتنزل على المطور في حاله تاخير التسليم المشروع بتاعه، هل هي بتبقى نسبه ولا رقم؟ والنسبه دي تبقى قد ايه؟ طبيعه الحال ان النسبه دي هتكون اقل من النسبه اللي حضرتك بتدفعها، لان المطور بيدفع النسبه دي للمشروع كله، عدد الوحدات بتاعه المشروع كلها، فالنسبه دي بتتضرب في عدد كبير جدا. فطبيعه الحال دايما هتلاقي غرامه المطور اقل من الغرامه بتاعه حضرتك، لان هو بيحسبها على المشروع وحضرتك بتحسبها على الوحده بتاعتك. النقطه الثالثه، لو حضرتك بند الفسخ لا قدر الله حضرتك ما قدرتش تكمل اقساط الوحده بتاعتك، ايه هو بند الفسخ؟ هل بند الفسخ بتاع المطور بيكون مثلا فسخ العقد مع خصم 15% او اكتر او اقل حسب النسبه بتاعت المطور، والفلوس بترجع لك بنفس الطريقه اللي انت دفعتها؟ لان في الحاله دي هتكون خسرت فلوسك، قيمه الفلوس، وخسرت استثمارك. فبالتالي انت حضرتك في بند حمايه المطور ده بيحميك بيه لو انت تعثرت، او لو حبيت مثلا قبلها بفتره تعمل ريسيل بيقدر يساعدك. ولو حضرتك لا قدر الله حصل ظرف طارئ دلوقتي حالا وتعثرت، ايه اللي هو ممكن يوفره لك؟ هل بيخلي حضرتك ينقلك من وحده لوحده اصغر شويه تتناسب مدفوعاتك ولا لا؟ دي مهمه جدا عشان ما تكونش خسرت استثمارك ولا قيمه فلوسك. ولا مثلا ممكن حضرتك بيرجع لك الفلوس بشكل اسرع شويه، والخصم بيبقى قد ايه؟ هل في تفاوض فيها ولا لا؟ طيب النقطه الثانيه، انت حضرتك في النقطه الاولى اتكلمنا عن التعثر، حضرتك موجود وبتدفع بس تعثرت. طيب النقطه الثانيه، لا قدر الله بعد عمر طويل حصل حاله وفاه، المطور بيعمل ايه؟ هل الوحده دي بتقيل للورثه والورثه ليهم حق القبول وحق الرفض ان هم يكملوا في الوحده او لا؟ طيب لو ليهم حق القبول او الرفض، لو رفضوا هل هو بيرجع تاني لبند الفسخ ان هو بيخصم نسبه معينه وبياخد الفلوس بترجع بنفس الطريقه اللي تم دفعها ولا لا؟ ولا بيبقى فيه يعني عشان ده ظرف طارئ، ولا بيبقى فيه استثناءات؟ النقطه دي مهمه جدا. النقطه اللي بعدها مواصفات التشطيب، مهمه جدا في الوحدات، ناس كتير بتغفل عنها. مواصفات التشطيب الوحده ايه؟ وهل تشطيب اليونت بتاعتك او الوحده دي هتكون على العميل عند تشغيل او بعد الاستلام يعني وقبل التشغيل؟ هل هتبقى على العميل ولا على البراند اللي هيأجر او على الشخص اللي هيأجر منك؟ مهم حضرتك اللي ملزم تأجر ولا لا؟ ولو ملزم بمده قد ايه؟ مهمه الحته دي عشان تبقى عامل حسابك في المدفوعات بتاعتك. نقطه التشطيب دي ناس كتير بتغفل عنها. اللي بعدها، لو في شركه اداره في المشروع، هل المشروع جايب شركه اداره ولا لا؟ طيب لو جايب شركه اداره، هل ماضي معاها عقد نهائي تشغيلي ولا مذكره تفاهم او بروتوكول؟ مهمه جدا. طيب لو هو ماضي معاها عقد نهائي تشغيلي، هل شركه الاداره هتمضي مع العميل بالتزام ولا هي بس عامله عقد نهائي تشغيلي مع المطور؟ دي حاجه ودي حاجه. عقد نهائي تشغيلي تفعيلي بيبقى مع العميل، يبقى شركه الاداره بتمضي في العقد مع العميل، بتلزم نفسها. طيب وان عقد نهائي تشغيلي واللي هتمضي مع العميل، هل ايه هي النقاط اللي انت تقدر تحاسب شركه الاداره دي عليها؟ يعني مثلا اول حاجه، لو شركه الاداره ما شغلتش او ما اجرتش في الميعاد، هل في غرامه بتنزل عليها؟ والغرامه اللي بتنزل عليها دي كام؟ ونسبتها قد ايه من اللي حضرتك دافعه؟ تمام؟ او النقطه الثانيه، شركه الاداره والتشغيل اذا التزمت وشغلت واجرت، ايه هي نسبه الكوميشن بتاعتها نظير الاداره والتشغيل؟ عشان برضه تبقى عارف من حسابك في ساعه لما تاخد ارباحك تبقى في طبعا عارف ان في نسبه تتاخد شركه الاداره والتشغيل، بس النسبه دي قد ايه؟ تمام. اذا كانت النسبه مرضيه والغرامات تمام، شركه الاداره والتشغيل دي هتوفر لي الايجار بتاعي ازاي؟ هل هي نسبه ولا يعني رقم على المتر، ايجار على المتر؟ لو نسبه خلاص عرفت تحسبها ازاي. لو ايجار على المتر بتبقى عارف تضرب سعر متر الايجار في مساحه الوحده بالكامل، هيطلع لك رقم، ده الشهري بتضربه في 12 عشان يطلع لك رقم سنوي، السنوي ده بتقسمه على المدفوع وعلى الاجمالي.
لو على المدفوع احنا بنحسب حاجه اسمها الار او اي، يعني بنشوف نسبه الايجار ده على اللي حضرتك فعلا دفعته وصل لك كام في الميه. بنعملها تاني الحسبه دي اجمالي ايجار السنه على الاجمالي الوحده، علشان نعرف الاستثمار ده اللي هو الوحده نفسها لو مثلا ب 10 مليون وانت والايجار السنوي بتاعك مليون، يبقى انت تبقى عارف كده ان اللي هيطلع لك ايجار سنوي على الاجمالي 10%. بس انت حضرتك دافع مثلا 5 مليون، كويس؟ يعني دفعت 5 مليون لحد التسليم، وبعد كده ابتدى يجي لك ايجار، فبتحسب المليون دي على 5 مليون، فيبقى انت كده ايه بيجي لك 20%. عشان بس تعرف مدفوعاتك بتحسبها ازاي. انا بس بحاول على قد ما اقدر او يعني اوفر معلومات تساعدك ان انت وانت قاعد في العقد تبقى عارف تتكلم في انهي نقاط، لكن ده لا يمنع لوجود محامي. تمام. اخر حاجه الاوراق. يعني لما حضرتك تشتري حاجه تجاري اذا كان مكتب محل او عياده، يبقى في اوراق او تسلسل اوراق من المطور ده لازم يكون هو تحصل عليها. هو كده كده مفيش ما يمنع للبيع، يعني هو يقدر يبيع في اي مرحله، ولكن انا ببقى عايز حضرتك تبقى عارف التسلسل ايه عشان تبقى عارف حضرتك ناقص لك ايه، ويعني وتقدر تحسبها ازاي. اول حاجه اختار التخصيص. المطور بياخد حاجه اسمها اختار تخصيص، ده زي سند الملكيه كده من الجهاز. النقطه الثانيه اللي بيبقى فيه موافقه، حاجه اسمها موافقه مجمعه عشريه. المطور ده بيعمل الانشائي اللي هو الرسم الهندسي، بيبعته للمجمعه العشريه بياخد عليه موافقه. بعد كده بقى بيخلص موافقه المجمعه العشريه، بالورق ده او المشروع نفسه بيتنقل للخدمه المدنيه او الخدمه الوطنيه. ده بتعمل ايه؟ بتشوف السيفتي اللي موجود في المشروع، زي مثلا الخزانات، زي الفاير سيستم والحاجات دي كلها. بعد ما بياخد موافقه الخدمه المدنيه او الوطنيه، بيروح الورق كله لمركز البحوث او مجمع البحوث. بناء على الموافقه بتاعت مجمع البحوث ده بيقدر ياخد حاجه اسمها رخصه المباني. كل البروسيس اللي قبل رخصه المباني دي المطور يقدر يبيع، مفيش ما يمنع، بس حضرتك تبقى عارف انت واقف في انهي نقطه. شكرا.